السلام عليكم أحبتي. اليوم عندنا جهاز أطلس مع حماية مكيف أو سبليس راح نفحصه أنا وياكم. هذا سيريس فيديو تفحص بيه، طبعا راح يعيد 5 ثواني. هنا هسه المفروض هو حول، راح أسوي شمبر عليه باللاوية، ماكو أي كهرباء يعني ما دا يخرج. المفروض هسه يضرب عندي شورت يعني لأن سويت عليه شمبر، المفروض يطفي الجهاز. ما طفى يعني معناته هسه هو ما دا يشتغل، يعني الجهاز بيه مشكلة. هسه راح نفتح على الجهاز ونشوف مشكلته، وأنا وياكم راح نتابع هاي الشغلة. هنا فتحت البرغي، راح أشيل هذا القبخ وبرغي واحد عشان يطلع الكرت كله. هنا أول ما لاحظت فشي غريب، يعني هذا أكو خلع، أي هذا بالكرت، هذا الخلع. هذا المفروض هو عندي الريلي، دائما يصير الأعطال بالريلي. هذا المرة دائما يعني أجي على الريلي أبدله. هسه هنا أنا الحلحم هذا الخلع، وبدون ما أسوي شي الحلحم هاي الخلع على مود أفحصه وأشوف هو مشكلته لو مشكلة الريلي. دائما هيجي خلل دائما يجيني يعني بالريلي، أبدل الريلي تنتهي المشكلة. ونوبات يصير خلع بالبنات مال التوصيل مال الكونكترات، هذا اللي بالطارف. أجيب الكاوية، حملت عندي الكاوية لحد ألحمه. هذا احنا طبعا الحين زين في الصورة هاي. هسه جيد، هسه لحدي افحص الجهاز. راح اجيب السيريس واوصله على الان، على الدخول يعني. هذا البارد وهذا الحار. هنا اشتغل، راح يبدأ يعد عندي. هلا اجيب اللاوية وافحص. هنا فصل، يعني معناته الجهاز يشتغل كلش اوكي. طبعا ما يبين لانه الشاشة هسه بهالصورة هاي يعني قامت صارت واضحة. شوف شلون فصل، قام دا يفصل عندي لان انا دا اسوي تشمبر على الحار والبارد بالخروج مالته. شوف هسه بدا يشتغل، شوف هسه شلون قام يشتغل ويطفي. يعني هسه الامور جيدة واشتغل بصورة صحيحة. اتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.